ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا عبارة عن شعير وشوار فول صويا، ماشي. والأبيض هذا عبارة عن خلطة ولد الشرقية. الله يعطيه الصحة والعافية أبو علي على خلطة الطيبة هذه. هي الخلطة المفروض تنحط بالمي، بس أنا ما أحب أحطها بالمي، أنا أنقعها مع الشعير، خلي الشعير هو يشرب خلطة ولد الشرقية، فتلاقي الخروف ياكل الشعير وياكل يتلذذ فيه، فأنت تجي تضمن إنه كل الفيتامين كله. لأن إذا حطيتها بالماي شو تلاقي شوائب تحت، لأن هي عبارة عن خلطة ولد الشرقية، فيها عدس، فيها فول صويا صجي زين، فيها فول، فيها ما ادري شنو، اوكي ممكن شي بودر، فتلاقي يظل شوي بالماي تحت. بعدها نجيب الماي، ماي التمر، ونحطه يتنقع كله بماي التمر لمدة 12 ساعة، وبعدها يدش بعملية الكبس والتعليف.